يا صباح الحياة. مع الوقت وكل ما بتكبر بتكتشف ان انت اكتسبت كده عادات وصفات وتفاصيل صغيرة من امك وابوك من غير ما تحس او تشعر، يعني بعيدا عن الصفات اللي انت اكتسبتها كده او اللي هي يعني طبيعي من الجينات، بقى شكل وشبه وحاجات كده. لا، انا بتكلم عن الصفات كده الصغيرة، او العادات اللي هم كانوا بيعملوها قدامك، او الكلام اللي هم كانوا بيرددوه قدامك. مع الوقت بتلاقي نفسك اوتوماتيك كده بتردد نفس الكلام ده، وبتعمل نفس الحركة دي او نفس التفصيلة دي. حتى التفاصيل والعادات اللي انت في الاول ما كنتش متقبلها فيهم، يعني كل مين مثلا وهو صغير ما كانش مثلا لما باباه او مامته يقولوا له حاجة ويقولوا له نصيحة ما يبقاش متقبل. يعني مع الوقت بتلاقي نفسك اوريدي اصلا بتتكلم نفس الكلام، سواء لولادك بقى سواء في حياتك العامة. وانا هنا جاية اتكلم على اكتر تفصيلة واكتر صفة انا اكتسبتها من امي، ربنا يبارك في عمرها، وهي الدعوة بظهر الغيب لأي حد بقى، حد اعرفه او معرفوش. هي ربنا يبارك في عمرها يا رب، كانت من الناس اللي بتدعي للي رايح واللي جاي. يعني الصبح كده تفتح شباك الشقة وتقعد، واحنا كنا ساكنين في الدور الارضي، فتلاقي شاب معدي رايح شغله، فربنا يوفقك يا ابني ويفتح لك ابواب الرزق. ست كبيرة في السن معدية، ربنا يديك الصحة يا حاجة ويقويكي و الى اخره. مع الوقت لقيت نفسي بعمل نفس الحكاية. والله ابقى معدية في الشارع والاقي مثلا حد كده يعني من الصنايعية او حد شغال مش عارفة ايه، فربنا يقويه يعني سرا بقى، او يعني بحرك لساني، يعني المهم ان انا بدعيله. فتحت مثلا النت وقاعدة على السوشيال ميديا، فحد مثلا بيتكلم على مشكلته ومعرفش ايه وكده، فلاقي نفسي اوتوماتيك يعني يا رب فك ضيقته وحلها له وحاجات من دي. ف... فالحمد لله، يعني اكتر صفة مع اني انا كنت وانا صغيرة ممكن اتضايق من الحتة دي، يعني اقول هي ماما بتدعي لفلان ولا علان ده ليه؟ هي ما تعرفهمش اصلا بتدعي لهم ليه يعني؟ بس لقيت سبحان الله مع الوقت انا بعمل نفس الحكاية دي. ويمكن امي كانت بتعملها على الفطرة، يعني هي ما كانتش قارية كتب ولا قارية احاديث نبوية و انا لما كبرت وعرفت وقريت ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من مؤمن يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وقال الملك الموكل امين ولك بمثله، يعني لك بمثل الدعوة اللي انت دعيتها لاخيك دوت. ف يعني بجد اول مره عديت على الحديث ده كده وقريته، قلت يعني سبحان الله، يعني ماما اكيد ما قريتش الحديث ده ولا تعرف حاجه، وبتعمل ده بالفطره، بتعمل دوت عشان هي مؤمنه ومن جواها كده بالفطره. ف... فانا في اخر الفيديو بقى عايزه دعوه حلوه لامي ان ربنا يشفيها ويبارك لنا في عمرها يا رب.